السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللمبي بقدم السادات لكل اخواته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان، يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين، واشوفكم دايما فرحانين وعلى كل غالي، يا رب تكونوا مطمنين. قولوا يا رب امين. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، شفاعنا يوم القيامة باذن واحد احد. ما تنسوش تدعوا للمظلومين، ربنا ينصفهم على الظالمين. طبعا كسبنا شوية حسنات اهو بذكر الله وذكر سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام مرة تانية. اللي انا عايز اقوله يعني رمضان كل سنة حاجة تانية، والفرق في المشاكل جاية من المشاكل. اه والله يعني تلاقي يعني فنان يقول لك انا نمبر 1 وانا ومسلسلي يعني اعلى مشاهدة. يا عم انت في ايه؟ محسسني انك انت نمبر 1 يعني، او رقم واحد من ضمن العشر مبشرين بالجنة. يعني المخرج محمد سامي عامل جدل كبير مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، عشان يعني ان المسلسل بتاعها ابتدى يعني يتشهر شوية، عشان مسلسل مراته. ايوه مراته مي عمر. إيه ماشيه شيله ليا وكوسه. يقول لك ست موناليزا هو كان الاعلى الترند من اول رمضان. مالك يا عم؟ ولا مالك يا ولي؟ يا محمد يا سامي، عيب شغل الردح والمصاطب ده. يعني انا احوشك شويه من عند الممثله عفاف شعيب، ولا احوشك شويه من عند ياسمين عبد العزيز، وهي اصلا ما ردتش عليك. وتدخل بقى الكاتب والمؤلف الغنائي والشاعر الغنائي احمد ايمن بهجت قمر، عفوا مش احمد، ايمن بهجت قمر. فتلاقي الدنيا متلخبطه، وده رايح مع ده وده رايح مع ده، والموضوع تلاقيه بقى ترافيك، والاخبار تزيد والفيديوهات تتعمل ويا زيطه. يلا ربنا يهديهم ويهدينا جميعا، وربنا يتقبل صالح اعمالنا في خلال الايام المفترجه دي. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، وراك في تعليق، شير. السلام عليكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، واقفل يعني. سلام.